ngir nga bëgg a jot suñuy vidéo da ngeen abonné fii seen YouTube Tawfekh TV te activé cloche de notification bi. Tawfekh TV au service de Ahmadou Bamba. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin waskurullaha fi ayyamin ma'dudatin faman tahajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man taqa fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fi hayatid dunya wa yas'alullaha ala ma fi qalbi wa la hisab ويتولى سعيا في الأرض ليفسد فيها ويلقى حسا والنصر والله ولا يوم الفساد فآخذ له تخل أقسط من حسب بلسن فصبه وجهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يسري نفسه بدخاء مرات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يسري نفسه بدخاء مرات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فانزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ولا ينصرون إلا أياتهم لا يفصلون من الغمام وملائكة وخر الأمر ولا لا يعلمون سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينته وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءهم فإن الله سريع العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ولا يرزقهم من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم بينات بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن النصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن السير على مقدار فيه قتال في كبر وصد عن سبيل الله وكفر به وما سهر وإخراج أهله من أكبر من دلائل وفي النار أكبر من خطره ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما يرتد منكم عن دينه فيموت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يجدون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألون ماذا ينفقون قل ها فكذلك وإن لكم لا يتنهلكم تفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المسلم من المسلم ولو سأل الله لعنكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا والأمة مؤمنة خير من المشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من المشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ولا يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن ما يدعو قل هو أصغر فرد في الميت ولا تقربون حتى يرون فساد ظهرنا فاتهون من حيث أمركم لا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم ورسولكم فاتوا حصكم وأن يسيروا وخادموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله غرة لأيمانكم وأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فيعفوا فإن الله غفور رحيم وإن حزبوا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أقبل لهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والطلاق مرتان فإمساك بمعروف ونقص بإحسان ولا يحلكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا لا يخاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله وما يتعدون حدود الله فأولئك هم الظالمون فلا تقربوه كذلك بين الله لكم لا يتنهلكم تفكرون في الدنيا والآخرة ويسألون عن اليتامى قل إصلاح كذلك بين الله لكم لا يتنهلكم تفكرون كذلك وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فمن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن زنا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون إذا طلقتم النساء فأخرجن أجلهن فامسكوهن بمعروف نعتصموهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم إذا طلقتم النساء فأخرجن أجلهن فامسكوهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تعالوا بينهم بمعروف ذلك يوعظ بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولده ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فسادا أن تراد منهما وتساور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ولا بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما حرمتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستسكنوهن لكن لا تواعدوهن سرا لا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فانصروا واعلموا أن الله غفور رحيم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما تمسوهن أو تفضلوهن فرة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره مرة بمعروف حقا على المحسنين وأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرة فرضتم ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وتعفوا أقرب اللقب ولا تنسوا فائدة بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا إلى خيرات فإن خفتم فرجالا ركبانا فسأمنوا فاسقوا لها كما علمكم ما تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية للأزواج متاعا إلى حول خير إخراج فالخيرين فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله حكيم وللمطلقات مرة بمعروف حقا على المتقين كذلك يبين لكم آياتنا لعلكم تتفكرون أن تنخلوا أن الذي خرجوا من ديرهم وهم ألوف عصمات فقالوا لا أمور ثم أيهم إن لا لزوف على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الناس عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الناس عليم من ذا الذي يقضى أحدنا فيدعى في له عذابا كثيرا ولا يقبل ويبصر ولا يتركون أنزل إلى الملأ من بني إسرائيل يعني موسى إسرائيل النبي لهم وصلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال أنا نصيركم إن كنتم على القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وخطفنا من ديرنا وأبنائنا قل ما كنتم على القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علم ظالمين وقالوا نبئهم إن الله قد بعث لكم ثالثا ملكا قالوا أن يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله سفيه عليكم وزادوا بصرا في علمه وجسمه ولا يؤتي ملكه ما يشاء والله واسع عليم وقالوا نبئهم إن آية ملكي آياتكم وتابوا في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تعمل الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل تعالوا بجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فبصر منه وليس مني ومن لم ينهمه فإنه مني إلا من طرف خرفرا بيده فسربوا منه إلى قليل منه فلما جاوزه والذين آمنوا معه قال لا تأخذنا يوما بجهل وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجهل وجنوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا فثبت قدامنا وانصرنا على قوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود رجال وآتوا الله ملكا ولنعمة وعلى بما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم